اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله. النهاردة هنعمل الغدا بتاعنا معاكم، هنعمل فراخ إن شاء الله بإذن الله. جبت فرختين وقلنا ايه، بجيبهم من المجزر. في مجزر عندنا كويس كده بصراحة، بيبيع الحاجة نظيفة ومضمون يعني. أنا بجيب الحاجة منه على طول من هنا، كان أي حاجة، أجنحة، فراخ، دبابيس، بانيه، أي حاجة بجيبها منه. هنا كنت غسلتهم. طبعا بتبقى فيه حاجات كده زي الزلال كده، هو اللي بيعمل ريحة في الفراخ، لازم يتشال، بشيله كله. وبحط بعد كده، بعد ما انضفها كويس، اروح حاطلها ايه، ليمونة، نص ليمونة، معلقة سكر، ومعلقة ملح. اسيبهم بقى على حسب بقى، يعني نص ساعة، ربع ساعة، ساعة، براحتك خالص يعني. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة دخول شهر رجب علينا، وربنا يا رب كده يجعلها أيام مباركة علينا وسعيدة يا رب إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية كلها يا رب، وينصر غزة يا رب إن شاء الله. هنا كنت بغسلها تاني شوية. بص اللي بتطلع لما بتحط لها الملح والسكر بصراحة بتطلع شوائب كتير، والليمونة برضو جميلة بصراحة، بتديها ريحة حلوة. هنا كنت غسلتها وخلصتها. طبعا زي ما انتوا عارفين ولادي بيحبوها مسلوقة، أو أحط لها قوطة وأحطها في الفرن، يا إما قصدي متحمرة، يعني مسلوقة متحمرة، على حسب كل واحد ما تعود بقى. بس أنا حبايبي والله متضايقة أوي، متضايقة بصراحة، يعني الاشتراكات مفيش، والمشاهدة برضو مفيش. بس برضو أنا الحمد لله، يعني عندي أمل في ربنا كبير إن شاء الله، إن القناة بتاعتي هتكبر بإذن الله، ويجعلها مصدر رزق لي ولأولادي يا رب إن شاء الله، بإذن الله. أنا كنت حطيتها، بحط لها عود قرفة، ورق لورا، والليمون المجفف. ونحط الصدور طبعا من تحت الأول، والوراك والورك من فوق، علشان الوراك بتستوي بسرعة. وقلنا نعمل جنبها ايه، صينية بطاطس كده وشوية رز. قطعت البطاطس وغسلتها كويس، طبعا قشرتها، وقطعت القوطة، بصلاية واحدة أو بصلتين صغيرين البصل غالي طبعا. هنرص الصينية كلها، رصها يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مسهل الأحوال يا رب، سهلها لنا وسهلها لجميع أمة محمد يا رب. هخلص الصينية دي كلها، رصها كلها كويس كده. كنت بكلم ابني واقف، خلصتها، والفراخ كانت هتستوي هنا خلاص هي برضو. يا رب يا كريم يا رب. احط لها شوية ملح، شوية فلفل، بس كده. يا رب الفيديو يعجبكم يا رب ان شاء الله، ينال اعجابكم ان شاء الله. وربنا يا رب كده ييسر لنا الحال كلنا يا رب ان شاء الله يا رب. اعمل معاه شوية رز هنا، ايه، رز بشعرية، كيلو رز بس، يعني 1 كيلو بس بقى غسلته، وربع كيلو شعرية. هنا كانت بتستوي خلاص اهي. انا دايما بحب اسويها الاول على البوتاجاز، وبعد كده ايه بحطها في الاخر خالص، احطها في الفرن. بس لازم الرز يتقلب شوية، يعني الشعرية ما تتحطش عليه على طول وهو كده، لازم يتقلب تقلبتين كده، يقعد شوية يعني كده، على بال ما يفك من بعضه، علشان لو ما تفكش الرز وحطيتي عليه الشعرية وكده بيعجن.
جربتها قبل كده عادي يعني، ما بقاش مفلفل كده وحلو كده. بصوا يتفك خالص خالص، ما ولا يحمر ولا يصفر، هو يتفك بس من بعضه كده. طالما فك كده خلاص. يا حبيبي يا رسول الله، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. خلصنا هنا الشعرية، وهنسخن في الكاتل شوية مية واحط عليهم. بصوا، لا اقلبه تقلبتين تاني كده بس، يعني ثانية الا يعني دقيقتين ولا حاجة كده، يتفكك خالص المهم. يا رب، ربنا يستر علينا وعلى أولادنا يا رب يا رب. هنحط عليه المية كده. ولادي ما بيحبوش شوربة الفراخ احطها على الرز بصراحة. حطيت الشوربة قبل كده ما عجبتهمش، بيقولوا لي لا، اغلي له مية احسن. بس بيها بس لو هعمل شوية ملوخية، لو صينية البطاطس بس، لكن ما بحطش بصراحة على الرز او المحشي. سبحان الله، ولادي ما بيحبوش المحشي يتحط عليه شوربة الفراخ. ان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم ان شاء الله بإذن الله. املي في ربنا كبير، يا رب القناة تكبر يا رب. ان شاء الله خير، ربنا شايلنا كل خير، كل حاجة ربنا بيجيبها حلوة والله. هنا كانت هتستوي خلاص اهو، داخلة على السوا. حط لها مرقة، حط لها واحدة مرقة ومعلقتين سمنة زبدة، اي مادة دهنية عندك يعني تحط لها. يا رب، اللهم استغفرك واتوب اليك يا رب، استغفر الله العظيم واتوب اليه. والرز هنا كان خلاص اهو داخل على السوا، وهحط صينية البطاطس دي هحطها في الفرن. ادي الرز استوى اهو. بصوا ازاي، زي ما قلت لكم والله. بصي يبقى مفلفل ازاي، طالما الرز اتفكك من بعضه شويه كده، ولا يحمر منك ولا يصفر ولا أي حاجه، بس يفك خالص. بصي، تحفه والله، طعمه كان زي العسل. والصينيه خلاص ده اللي كنت طلعتها من الفرن هنا خلاص. لا لسه هحطها في الفرن نسيت. هنا كنت طلعتها خلاص يا دوبك ربع ساعة ولا حاجة في الفرن كده، بديها وش من فوق، بس كانت زي الزبدة. وهنا كان اهو الرز خلص. هنعمل جنبيه بقى، كنت انا هطلع شوية لفت كده، وعملت شوية سلطة خضراء قوطة وكده وحمرت الفراخ زي ما انتوا شايفين اهو. لايك يا حبايبي والاشتراك بالله عليكم، كل يشوف الفيديو يعمل لي اشتراك. وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا ان شاء الله يا رب. اهو، بصوا اللفت اللي انا كنت مخللاه ده، شايفين؟ بصوا بيطق ازاي، جميل بصراحة. طلعنا بقى وغرفنا وقلنا نتغدى هو الاكل سخن كده. اشوف وشكم على خير يا حبايبي، مع الف سلامة.